عودتك للدوري السعودي من خلال بوابة الاتحاد كانت مفاجأة صادمة للجميع، لأنه هذا المدرج تحديدا هو أكثر مدرج، خلينا نقول، ما بقول شتم، لكنه كان ضد حمد الله. كيف راح تلعب لهم؟ الفترة اللي خلاص يعني رحت فيها إلى أمريكا بعد انتهاء علاقتي مع النصر، جوني عروض خصوصا في أمريكا، فكنت خلاص أبغى أجلس في أمريكا وأريح نفسي. في الفترة هذه جاني عرض من نادي الاتحاد عن طريق قلت لك كريم الأحمدي صديقي وله التحية من هذا المنبر. كلمني قال لي أنه رئيس نادي الاتحاد الأستاذ والأخ والحبيب أنمار حائلي يطلب مني أني أكلمك، هل أنت تبي تجي تلعب في الاتحاد؟ أنت طبعا أعطيت موافقة سابقة في المكالمة، نوايا. أنا شخصيا نعم في ذاك الوقت، لكن في آخر مطاف لازم ترجع لنادي النصر. نادي النصر هو اللي هذا الشيء موجود حتى حين يتكلمون معي أندية يقول له أوكي لكن لازم تتكلم أي. وكلمك كريم قلت له نعم أنا موافق. لا قبل ما أقول موافق، عفوا قبل ما أقول موافق قلت له خلاص خلينا أفكر في الموضوع وأرجع لي. أسبوع وأنا قاعد أفكر في الموضوع، كيف حروح ألعب في الاتحاد ومو 100% ما يحبوني، 150% ما يحبوني، 50% ما أدري من جبتها، لكن أنا ما في أحد يحبني في نادي الاتحاد. أنا أتكلمك على الجماهير، لا يمكن يعني معادلة لا يمكن أنها تندمج. حمد الله لكل مباراة خصومات مع جمهور نادي الاتحاد والتسكيت والسب، كيف ليس وضحاها يكون لاعب ضمن؟ لا يمكن، الجمهور ما حيتقبلها. لكن الجمهور برضه مو متقبل أنه نادي الاتحاد في آخر 3 إلى 4 مهاجمين ولا سووا له شيء، فقاعد يدور الجمهور قبل الإدارة على مهاجم اللي يقدر يساعدهم أنه يرجعون يحققون الألقاب. فالإعلان على هذه الصفقة يعني كان مفاجئ للكل، يعني في الدوري السعودي عامة يعني وللاتحاديين خاصة. فأنا لا أخفيك أنه جاني سب من الجمهور الاتحادي في ذاك ليش أنت جاي عندنا، أنت قاعد تسوي لنا مشاكل، وأنت جيتي من نادي النصر بتسوي لهم مشاكل وتجي بتخرب لنا فريقنا. يعني ليش قلت لك أنا مو مفروش بالورود؟ أنت لسه ما جيتي، أنت باقي في أمريكا يعني وهم مو متقبلينك وأنت باقي في أمريكا ولسه، فما بالك إذا جيت. حتى يعني لما وصلت للمطار ما كان الاستقبال الحار اللي يستقبلوه اللعيبة. أنت تعرف جمهور الغربية وجمهور جدة، أي لاعب يجي حتلقى المطار فل، يمكن 20 واحد 30 واحد كذا، مو مشكل. أنا حمد الله، أنا يعني أتكلم مع نفسي، يعني أنا حمد الله ما عندي مشكلة، الله يجعل ما يجي أي أحد، لكن في الملعب حتلقى وحش هناك معك. فخلاص يعني أعطيت الموافقة بعد أسبوع لكريم، وكريم كلم الإدارة وخلاص الإدارة تواصلت معي مباشرة وخليتهم يتكلمون مع المحامي في المسائل، لأنه مسألة إلغاء عقدي من نادي النصر هذه يبغى لها محاميين ويبغى لها يعني شيء مو بسيط. فبدأت المدة يمكن 3 أسابيع إلى 4 أسابيع لين خلصنا الموضوع وخلاص يعني.